ناس بتحب تبص في المراية كتير، بس في حد تاني بيبصلك من جواها. خلينا نحاول نفهم حكاية نهى دي وعلاقتها الغريبة بالمراية. تمام. القصة عن شابة اسمها نهى من اسكندرية، جميلة جدا، بس كان عندها عادة غريبة شوية. اللي هي وقوفها قدام المراية. أيوة، بالساعات كل ليلة قبل النوم تكلم نفسها وتسأل أنا الأجمل، مين يستاهلني؟ أهلها نفسهم وصفوها بإنها غريبة شوية. البداية دي بتدخلنا في منطقتين: الهوس بالشكل والغرابة المرتبطة بالمراية نفسها. يعني ممكن يكون مجرد نرجسية، بس الوصف ده بيخلينا نتساءل. بالظبط. وهنا الموضوع بياخد منحى تاني خالص، حاجة مش مفهومة. القصة بتقول إنه في كل مرة كانت بتقف فيها قدام المراية كان في حد بيظهر وراها. دي نقطة محورية فعلا. الأغرب إنه ما كانش بيظهر في الانعكاس. لا، مش في المراية نفسها. هو ظاهر إزاي طيب؟ القصة بتقول إنه ظهر كظل طويل في فيديو صوره أخوها بالصدفة. تخيلي، مش في المراية لكن في التسجيل. والأغرب إن نهى نفسها في الفيديو كأنها شايفاه، بتضحك له. يعني في تواصل ما بينهم، تواصل سري. ده يرعب أكتر، وكأنها مش لوحدها أبداً. بالظبط. هل دي هلوسة ولا كيان فعلا بيعرف إزاي يتجنب الانعكاس؟ الموضوع بيتطور. نهى بدأت تحكي لصاحبتها إنها بتحس بلمسة باردة على رقبتها، وبتحلم كمان بتحلم بإيه؟ بشخص وسيم بيقول لها بصوت هامس كده: انتي ليا ومش لغيري. هنا ما بقاش مجرد ظل، بقى ليه صوت وحضور حسي. ده تصعيد واضح، من مجرد وجود خفي لتفاعل مباشر وكمان إعلان ملكية في الحلم. عبارة أنت ليا دي فيها استحواذ. تمام. ونقطة التحول الكبيرة بقى كانت خطوبتها. القصة بتقول بمجرد ما لبست خاتم الخطوبة، المراية الكبيرة في أوضتها اتكسرت لوحدها بدون ما حد يلمسها. بدون أي سبب واضح. والأكتر رعب إنها اتجرحت من الإزاز المكسور، والدم اللي سال من إيديها عمل شكل اسم على الأرض. اسم إيه؟ اسم غريب مش مصري خالص: عزازيل. أعزازيل. الاسم ده لوحده ليه وزن كبير في بعض الموروثات. بيرتبط بالكيانات، خلينا نقول مظلمة أو متمردة، وظهوره بالدم كده ده بينقل القصة لمستوى تاني خالص، خطر مباشر. الليلة نفسها أهلها سمعوها بتتكلم وهي نايمة بتقول أنا مش هتجوز غيره، هو بيحبني وبيحميني. بيحميني. العبارة دي مقلقة جدا بعد اللي حصل، كأن الحماية دي معناها تخلص من أي حد تاني. للأسف ده اللي حصل فعلا. خطيبها بعد 3 أيام بس من الخطوبة مات في حادثة عربية غامضة جدا. والحادثة نفسها فيها تفاصيل غريبة. الطبيب الشرعي قال إن وش الشاب كان متلوي بطريقة كأنه شاف حاجة مرعبة جدا قبل ما يموت بلحظات. يا لطيف، ربط مباشر بين الحماية دي وبين موت الخطيب، إزالة التهديد. والموضوع ما خلصش على كده. ليلة الحنة نهى شافت حلم أخير، كابوس بمعنى الكلمة. حلمت بإيه المرة دي؟ أوضة مليانة مرايات،